اهلا بكم في فيديو جديد هنعمله مع بعض النهاردة، وهي اننا هنشرح الجلابية ام صفرة. طبعا رسمت الباترون الاساسي علشان اختصر عليكم خطوات كتيرة يمكن كتير منكم عارفها، وان شاء الله هعمل فيديو لوحده للباترون الاساسي عشان يتحفظ صم، لان الباترون الاساسي ده لا غنى عنه في كل الموديلات. اول حاجة في الجلابية ام صفرة عندي ان الباترون بيبقى فيه تجسيم الوسط، هلغيه. لازم التقسيم الوسط عندي يتلغي باني بنزل من نقطة الصدر لنقطة الارداف على طول. ف التقسيم بتاع الوسط مش بيبقى متجسم معايا، وده المطلوب في الجلابية ام صفرة او حتى القميص ابو صفرة اللي هو بتاع زمان. بعد كده باجي التلت الاخير من حدة القبط اللي هي اللي انتوا شايفينها قدامي دي، او نص القبط، يعني انتوا ليكم الاختيار على حسب الموديل. انا هاخد من النقطة دي اللي هي التلت الاخير في القبط، هوصله بخط نصف الامام اللي هو الخط بتاع الباترون، خط طول الباترون اللي ببدأ بيه، هوصله بشكل مستقيم زي ما انتوا شايفين. ده لو شكل السفرة كده، ودي السفرة الصغيرة، وعلى الخط ده بفصل السفرة. الموضوع بسيط جدا يعني، بفصل السفرة وحردة الرقبة وميل الكتف وتلتين القبط، وده هيبقى جزء السفرة معايا. طيب انا السفرة عندي ممكن توصل لحد خط الصدر زي ما انتوا شايفين، ممكن تبقى شكل كمان دائري وممكن يبقى مثلث. مثلا لو انا هختار الشكل المثلث، فهوصل خط الصدر بخط تلت القبط زي ما انتوا شايفين كده بشكل مايل، هيديني الشكل المثلث على طول. طيب لو انا مش عايزة الشكل المثلث ده، ممكن اعملها على شكل دائري، اللي هو برضو بوصل التلت الاخير من القبط، اللي هي نقطة التلت الاخير من القبط بخط الصدر بالشكل اللي انتوا شايفينه بمسطرة المنحنيات. او لو انا بعرف ارسم المنحنيات بايدي، ممكن انقط كده وارسم بهدوء خالص لحد ما ارسم الشكل اللي انا عايزاه. طيب انتوا تختاروا الشكل المستقيم او الشكل المثلث او الشكل الدائري، التلاتة حلوين، والتلاتة على حسب الموديل اماكنهم بتتغير معاكي لحد خط الصدر بيبقوا تمام جدا. الشكل الاول هو الصغير اللي هو بيبقى سفرة صغيرة جدا كده عند فوق يعني، مش عارفة اوصفها لكم ازاي لاني ما عنديش مانيكان اوصف عليه. كمان ممكن الشكل المثلث يبقى في النص، يعني معاكي من الشكل المستقيم لحد خط الصدر. المنطقة دي ينفع تلعبي فيها في سفرات كتيرة براحتك زي ما انت عايزة. خلاص انا هختار الشكل اللي هو الاول خالص اللي هو نص سفرة، اللي هو جه عندي من التلت الاخير ووصلته بخط نصف الامام، وهو ده اللي انا رسمت عليه شكل المقص اللي هقص عليه. بعد كده بعمل ايه؟ بختار بقى من الخط اللي انا اخترته كسفرة. بصوا هنا كنت هغلط، ان كنت احسب ان انا اخترت السفرة اللي هي المدورة وكنت هبدأ منها الخطوط الطولية دي. المهم من شكل السفرة اللي انا اخترته هبدأ اوصل خطوط طولية لحد منطقة الديل، يعني من منطقة السفرة لحد منطقة الديل هفضل اعمل الخطوط الطولية دي. الخطوط الطولية دي بعملها علشان هفضل يعني اشرحها او اشقها زي ما انتوا عايزين يعني، وبضيف تحتها ورق زيادة، وبعد كده بكشكشه او بكسره او بعمله كولونات تحت السفرة. وهنشوف مع بعض ازاي بعد ما نخلص الشكل النهائي. حبيت اعمل معاكم الجلابية ام صفرة علشان بقت ترند جدا، ومعظم البنات دلوقتي لابساها، مش بس الامهات ومش بس الناس بتاعت زمان. ينفع يتعمل منها قميص، وينفع يتعمل منها جلابية بيتي قط، وينفع يتعمل منها جلابية خروج، وينفع يتعمل منها فضفاض وكل حاجة. انا دلوقتي بلزق بس ما بين الورقتين، لان ما بين الورقتين انا لما ابدأ اشرح كل التشريحات دي هتبقى عندي لخبطة كتير، فلازم أأكد ان الورق بتاعي ثابت مكانه، وان
يعني كل حاجة لازقة، الورق لازق في بعضه علشان ما تهش والورق يبقى ملخبط معايا ومعرفش انا بدأت منين ولا حتى انتهيت منين. كمان هقلب الورقة من ورا وهفضل ألزق فيها علشان زيادة تأمين لنفسي اني لما اجي اشرح الورق ده كله ما يبصش مني ويتوه. طبعا زي ما قلتلكم ان الجلابية ام سفرة دي كانت موضة زمان ورجعت تاني دلوقتي موضة سهلة جدا في الباترون بتاعها، ما فيهوش اي تفاصيل كتير، هو بس بتحددي شكل السفرة من الابط لخط الصدر وبعد كده الباقي بتضيفي عليه توسيع. هبدأ بقى افصل او اصفي الباترون بتاعي اللي هو حردة الرقبة الامامية وميل الكتف والإبط إلى النقطة اللي مرسوم عليها السفرة. طبعا نفس الكلام اللي هنعمله في الأمام هنعمله في الخلف، بس هيختلف إن حردة الرقبة الأمامية هتبقى 2 سنتي مش العمق ده كله، وحردة الإبط الخلفية مش هيبقى داخلة 1 سنتي، هو ده كل الاختلاف، عشان كده ما اشتغلتش على الخلف. ده كمان كان زيادة عن الباترون بتاعي. انا لما بحب ابدأ الباترون ما ببدأهوش من اول الورقة، بدخل كده من 3 ل5 سنتي جوه الورقة علشان اظبط خط طول ابدأ منه. يعني الورقة دي زيادة هشيلها. هاجي بقى هنا افصل السفرة بتاعتي على حسب الشكل اللي انتوا عايزينه، سواء الدائري او المثلث او المستطيل. ده كده شكل السفرة عندي، ودي يعتبر نص سفرة يعني حاجة صغيرة كده فوق. لو عايزين تكبروا شكل السفرة وصلوه لحد خط الصدر، ده هيبقى سفرة مناسبة جدا، هتبقى سفرة مناسبة جدا مش صغيرة، وده الافضل والشائع. انما اللي انا عملته دلوقتي نص سفرة وبيليق جدا في القمصان والجلاليب البيتي. ده برضو ورق زيادة هصفيه لان انا من خط الصدر الى الديل واخداها بشكل مستقيم مفيهوش اي تجسيم، حتى التجسيم اللي كان عندي في منطقة الوسط انا لغيته علشان الجلابية ما فيهاش اي تجسيم. هجيب الورق بتاعي اللي هضيف عليه الزيادات. المفروض اني امسك الخطوط دي كلها اشرحها، يعني من البداية للنهاية بشرحها وبرقمها 1 2 3 4 وهكذا، علشان الارقام دي بتفيدني في الترتيب. بس مش هعمل كده وهختصر النقطة دي في حاجة، اني هفصل الخط اللي في النص بس، لان انا مش عايزة مثلا في الخط الاول 2 سنتي وفي الخط التاني 3 سنتي وفي الخط الرابع 10 او الكلام ده كله. لو انا يعني محتاجة ارقام مختلفة كنت هفصل الخطوط دي كلها، انما انا محتاجة زيادة يعني زيادة واحدة اللي هي مثلا على الربع. مثلا انا دلوقتي شغالة على ربع الباترون، فهبقى محتاجة ربع الباترون 40 سنتي، فانا محتاجة الديل عندي او الوسع اللي هسيبه ما بين المنطقة دي للمنطقة دي يبقى عندي من اول الباترون لاخره 40 في الربع. ممكن في ناس لو هتعملها جلابية بيتي او كده تعملها 30 الربع. ما اعتقدش ان هو يبقى اقل من كده يبقى حلو عشان ما يضايقكش في المشي. 30 35 هنبتدي بقى في الخروج هيبقى 40 45 ومعاكي 50 سنتي و60 سنتي كمان الربع. الاضافات اللي بنحطها بس ده للناس اللي بتحب اللبس الفضفاض جدا. 60 و50 هيبقى حلو جدا. الربع اللي هي الزيادة في الربع، يعني ممكن تحتاجي 3.5 متر قماش لو انت هتعملي الربع على 60 للجلابية دي وخروج بكم بكل حاجة. انما مثلا لو قميص بيتي ممكن تحتاجي فيه 1.5 مترين، وهتبقى الزيادة اللي انت ضايفاها في الباترون بتاعك كله
20 سنتي مثلا، مع الباترون هيبقوا 30، مع الباترون يبقوا 40 سنتي، في الحدود دي. ما تضايقش اكتر من كده عشان تعرفي تتحركي فيها، ولانها كمان جلابية فيها راحة. بقول لكم هنا ان المنطقة دي كمان مفروض كنت اكملها بالورق، بس هي الورقة بتاعتي وصلت الطول بتاعها كده، فمش مشكلة، لان انا مش بنفذ على حاجة طبيعية يعني. مش هاخد الباترون ده اعمله على قماش. هبدأ ألزق كويس الورق بتاعي على بعضه. ده اسمه خط نصف الأمام، يعني ده يوم ما يجي يتحط على قماش بيتحط على متني مقفول، بيتحط على متني مقفول. متني مقفول يعني لما نيجي نفرد القماش، لو انتي تانية الجزء ده على 30 سنتي، هتبقى القماشة كلها بعد ما تتفرد هتبقى 60، يعني اضربي في 2. وطبعا لسه عندي فيه خلف، لان انا ده الامام بس شغالة عليه. تمام. ده لو انا مثلا كنت هكمل الورق بتاعي كنت هلزق الاجزاء دي كلها في بعضها علشان تديني الشكل كامل. ده لو هشتغل على قماش بعد الباترون ده. فدي خطوة يعني ايه. بس بقى كده خلاص، دي السفرة. ده خط نصف الامام، ينفع يكون مفتوح وينفع يكون على مقفول. لو هتبقى على مفتوح ممكن تركبي سوستة، ممكن تركبي عروة وزرار. خط نصف الامام بتاع السفرة لازم يبقى ملتقي مع خط نصف الامام بتاع القماش اللي باقي. وبعد كده ببدأ اكشكش المسافة اللي انا زودتها كلها في الباترون على قد السفرة اللي هي الاصل. طبعا ما تنسوش مسافات الخياطة بعد ما تشتغلوا على القماش على طول. ببدأ اكشكش المسافة بتاعة الزيادات اللي انا حطيتها كلها على شكل السفرة بتاعتي. لازم الابط يرجع زي ما كان، وخط نصف الامام يرجع زي ما كان، عشان يبقى هو ده الشكل النهائي. ممكن السفرة بتاعتك ما تكونش مستطيلة، ممكن تبقى دائرية او مثلثة عادي. بقول لكم هنا ان الابط لازم يرجع زي ما كان، وخط نصف الامام يرجع لبعضه زي ما كان. هو ده الشكل النهائي بتاعنا. وهنا اقول لكم السلام عليكم، ويا رب اكون